إبراهيم الجراري رئيس غرفة التجارة والصناعة في بلدية طبرق. حقيقة لما لعلمنا بالأمس مصرف المركزي أصدر تعليمات بفتح اعتمادات نظام مرسوم التحصيل 450 مليون دينار ليبي. حقيقة لم تكن هناك عدالة في التوزيع، حيث علمنا من بوابة أفريقيا أن 495 مليون دولار كان نصيب شركات مدينة مصراتة 84 شركة و64 شركة لشرق ليبيا ككل. فهذا أين العدالة في التوزيع؟ الآن ومع هذا كله فنرى تصاعد في ارتفاع الدولار في السوق الموازي الليبي وهبوط وتدني باستمرار للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وخاصة دول الجوار. طالب حقيقة الآن أولا عدالة التوزيع، ثانيا الإسراع في فتح احتمالات مستندية وبصورة عاجلة لمادة المواد الغذائية وبصفة خاصة الخضروات والفواكه الطازجة لقدوم شهر رمضان المبارك. الآن نعلم أن سعر ارتفاع الدولار مع ارتفاع سعر الخضروات، فالآن المواطن البسيط والمواطن العادي في ليبيا وفي ظل نقص السيولة بين المطرقتين، نقص السيولة وارتفاع الدولار وارتفاع السلع الغذائية وارتفاع الخضروات، نحن على قدوم شهر رمضان مفروض حقيقة نستقبل الشهر الكريم بأسعار مناسبة بفرح للمواطن، دخول السرور البيوت الليبية بتوفير السلع الغذائية والخضروات. إلا أن فوجئنا الآن بالأمس واليوم بارتفاع عاجل لسعر الدولار، وصل اليوم إلى 10 دينار للدولار الليبي ككارثة طبيعية. وطالب بصفة عاجلة وبصورة عاجلة جدا اجتماع طارئ لمجلس النواب، اجتماع طارئ للحكومة الليبية المؤقتة، الحكومات الليبية ككل، الاجتماع طارئ لمدراء المصارف محافظ ليبيا المركزي. حقيقة إن لم يكن هناك اجتماع ووجد حلول عاجلة فستكون كارثة اقتصادية في ليبيا، كارثة اقتصادية فيها الشهر الكريم. نحن نستقبل شهر المغفرة وشهر التوبة وشهر الصيام. هل بهذا الأسباب وهذه ارتفاع الأسعار وتدني وهذا لدينار الليبي نستقبل الشهر الكريم؟ هناك حقيقة أزمة أخرى هي 400 دولار للمواطن الليبي. الحقيقة تضطر تعطيه 400 دولار ويسافر إلى الخارج سماسرة العملة أمام المصارف. أنا أطالب الحقيقة إذا الدولار في ليبيا وتوفير السيولة في ليبيا، عدم سفر المواطن أن تعطيه 400 دولار وتجبره أن يسافر إلى خارج الدولة تذاكر وإقامة على أساس أن يجيب أو يبيع مرة ثانية أو يساعدنا في أكل العيش. بالعكس، أنت الآن 400 دولار يصل 380 دولار خصم 20 دولار من في مصر أو في تونس، و300 دولار ماذا تعني؟ إقامة أو تذاكر أو سفر أو يعني حقيقة. فأعتبرها أضحوك على المواطن الليبي، أعتبرها مهزلة، زحام هنا وهناك. فإذا كان لديك 400 دولار يا سيادة المحافظ عليك أن تصرف النقدي إلى المواطن، حتى ولو باعهم بالسوق الموازي داخل ليبيا، أيضا المواطن الليبي يستفاد منهم، مثل ما كان في الماضي وبداية التسعينات عندما وزارة الاقتصاد أو الدولة الليبية في النظام السابق أصدرت تعليمات بمساعدة المواطن الليبي باعتماد لكل رخصة 10,000 دولار. هو الحقيقة لا، يعني كل المواطنين الليبيين استفادوا من 10,000 دولار في ذاك الوقت، وليس حضور بضع، وإنما هي مساعدة للمواطن الليبي. فعلا قامت بمساعدة المواطن الليبي، قامت بخفاض سعر الدولار في السوق ومساعدة 10,000 دولار ساعدنا. فعليه ممكن يعني الحقيقة إذا كان هناك 400 دولار مواطن فلتصرف نقدا في اليد أو تصرف على هيئة وسترن يونيون، لكن بطاقة وفيزا ومصارف وزحمة مثل زحام المخابز، فهذه أنا أعتبرها ضحوكة وأعتبرها عيب في حق المواطن الليبي وأعتبرها إهانة. 400 دولار وتصرفهم لا خارج ليبيا، يا في تونس يا في مصر. لو سافر المواطن الليبي إلى مصر وتونس كان يصرف أكثر من 400 دولار. فأطالب بإيقاف هذه الأضحوكة، وإذا كان هناك 400 دولار مواطن من حق أن يأخذن فليأخذن نقدا تعتبر علاوة السفر. هناك نظام سابق كان فيه علاوة أساسية للسفر 1000 دولار للمواطن الليبي، لماذا لا تصرف له على الأقل 500 دولار في السنة يا سيدي؟ لكن 400 دولار وترغم أنه يمشي يصرف يجيبهم برا. فأطالب مجلس النواب الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وطالب الحكومة المؤقتة، وطالب وزارة المالية والاقتصاد، ديوان المحاسبة، اجتماع طارئ مع الاقتصاديين ومع الخبراء ومع كل من لهم تدخل في الشأن سواء داخل ليبيا وخارجها، إيجاد حلول للمواطن الليبي الذي أصبح ضحية وأصبح أضحوكة
أمام العالم وأمام الحكومات الثلاثة وأمام البرلمان وأمام المؤتمر وأمام. فلك الله يا ليبيا، ولك الله يا أيها المواطن الكريم الكادح، فاصبر فإن الله يجزي كل من الصبر خير إن شاء الله.